السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم مطبخ جودة تيوب. وبعد فترة من الكسل رجعت متلهفة لقناتي، بس خلينا نتفق على إنه أنا عم أحكي مع الفئة اللي بتكون يعني على بداية زواج أو مسافرة بالغربة وما بتعرف تطبخ. أما الأمهات فالعين ما بتعلى على الحاجة. بدأت أول شي بالباذنجان. منجيب باذنجانتين بقطعن قطع سميكة، بملحن وبحطن لمدة ساعة وبعدين بقليهم، ومعنا ربع كيلو لحمة وشوية ملح وشوية بهار، وبدعكم كتير منيح. وبعد ما دعكتن كتير منيح بجهز شوية مي وبقطعن وبكورن وبحطن بالمقلاية وبحطن على النار. ولبين ما استوت اللحمة نحن منجيب بصلتين منقطعن تقطيع وسط. وهالمرة حبيت أعمل هي الأكلة بالفرن، فبقطع البصل وبحطهم بالصينية. مثل ما شايفين هون بصير بقلب اللحمة بهالشكل. وهلأ بحط الصينية اللي فيها بصل على النار وبحط معاهن معلقة سمنة وبحركهم بهالشكل لحد ما يدبلوا ويصير لونهم أشقر. وبدنا هون 4 ل5 حبات بندورة متوسطة الحجم وبطحنهم بالمشي. وبس دبل البصل وصار لونه بهالشكل بسقط عليه البندورة وبنحركهم تحريكة. وضروري نحط بهالوقت الملح ونحركهم شوي وننزل عليهم قرنين فلفل. وطبعا أنا نسيت حط بهار، بعدين رجعت حطيت له، ولكن هلأ مثل ما شايفين سقطت اللحمة. وهلأ بحط لهم معلقة بهار شوي وبحركهم. وهلأ اجا وقت الباذنجان. راح نجيب الباذنجان ونسقطهم على البندورة والبصل واللحمة ونغرقهم بهالشكل، يعني غرقتهم لتحت وخليت اللحمة من فوق والبندورة تجي عليهم من فوق، وحطيتهم بالفرن لمدة نص ساعة. وما شاء الله طلعت بهالشكل، والله أطيب من رائعة، أطيب حتى من إنكم تعملوها بس بالطنجرة. جربوا هالمرة بهالشكل بالصينية وأعطوني رأيكم. وإن شاء الله ألف صحة وهنا.